أداء مشرف لمنتخب مصر قدام منتخب الأردن. أيوة فعلا هو ده الأداء المشرف بتاع منتخب مصر. حد كان يتوقع إن منتخب مصر يعمل أداء غير اللي هو عمله النهاردة قدام منتخب الأردن، اللي بالمناسبة بيلعب بالصف الثاني باللاعيبة الاحتياطي كده بالبلدي؟ قبل البطولة كان كابتن حلمي طولان كل يوم على قناة فضائية يطلع بتصريحات: الدولة مش راضية تدينا ملاعب نتدرب عليها، الدولة مش راضية تدينا ملاعب نلعب عليها مباراة ودية، الدولة مش بتساعدنا واحنا بنلعب بمنتخب مصر او باسم منتخب مصر. كابتن حلمي طولان اللي كان بيطلع يقطع في المنتخب الاول وكابتن حسام حسن، او ان هو كان بيتريق على كابتن حسام حسن، او بيقول ان هو ما ينفعش يمسك منتخب مصر الاول. طبعا هو عنده حق في الكلمة دي، بس لما انت تكون مدير فني وتطلع تقيم مدير فني تاني لازم انت تأدي اداء افضل منه ويكون لك نتائج افضل منه. مسكت منتخب مصر، دخلت البطولة العربية، البطولة اللي المفروض كانت هتدخل للدولة 7 مليون دولار، انت طلعت منها من الدور الاول. هل كابتن حلمي طولان له دور في الاداء الفضيحة؟ ملوش اي معنى تاني ولا اي تفسير تاني غير اداء فضيحة لمنتخب مصر في البطولة العربية. مشارك فيها بالاداء بتاعه، بالادارة الفنية بتاعته، وباختياره للاعيبة. هو انت كنت بقى عامل معسكرات او عامل فترة اعداد بلاعيبة تانية وفجأة في البطولة اخترت لاعيبة تانية؟ يا عم براحتك، انت عارف اللاعيبة اللي انت هتلعب بيها، عارف القماشة اللي انت هتشتغل عليها، عارف الامكانيات اللي انت هتلعب بيها. اخترت لاعيبة على اساس الواسطة. يعني النني يلعب في منتخب مصر ليه؟ كل مباراة هيلعب منتخب مصر موجود فيها النني هنقول النني بيلعب في منتخب مصر ليه؟ ده مثال ل 11 لاعب موجودين مع منتخب مصر كلهم ما عندهمش اي علاقة بالكورة. الباص ما بيعرفوش يباصوا. انت متخيل لاعب بيلعب باسم دولة ودولة لها تاريخ في الكورة ما بيعرفش يباص كورة؟ طب انت هتعمل ايه؟ هتنزل المباراة تعمل ايه؟ يعني انت اديني عقلك انت في الحتة دي. ما بيعرفش يباص، ما بيعرفش يسلم، ما بيعرفش يستلم. طب هو هيلعب باسم مصر ازاي؟ هيلعب باسم دولة لها تاريخ في الكورة ازاي؟ هيأدي اداء يليق باسم مصر ازاي؟ طب سيبك من الكلام ده كله من اداء اللاعيبه، نيجي بقى للمدير الفني اللي كان ماسك تقطيع وتقطيم في اي حد مش عاجبه في البلد. النهارده شكل منتخب مصر، سيبك من المباراه اللي قبل كده منتخب الامارات ومنتخب الكويت احنا عكينا قدامهم وعدت بتوع الوالدين. خلينا النهارده بالوالدين اللي ما كانوش موجودين في مباراه الاردن. الاردن قلنا بتلعب كوره، والمنتخب الوحيد اللي بيلعب كوره، ومنتخب فريق محترم في تكتيك في الملعب، باداء لعيبه، بامكانيات لعيبه، بمدير فني. شكل منتخب مصر النهارده عامل ازاي؟ يعني انا طول ال 90 دقيقه عمال اركز في ملعب منتخب مصر، في الدفاع وفي نص الملعب وفي الهجوم، علشان بس اشوف الشكل التكتيكي للاعيبه في الملعب، اللي هو مثلا بيلعب ب 4 3 3 4 4 2 3 5 7000 ايا كان الرقم اللي بيلعب فيه بالملعب. شكل اللعيبه في الملعب، تمركزهم في الملعب ايه؟ مش موجود خالص. لاعيبه جايه صف كده، ولاعيبه جايه صف كده، ولاعيبه جايه صف كده، ولاعيبه جايه صف كده. ما تفهمش اختراع جديد ده يا كوتش ولا ايه بالظبط؟ ما تفهمش. فين تدخلك يا كابتن حلمي؟ مفيش. طول ال 90 دقيقة يعني هو مثلا ما بدأش المباراة بشكل مثلا 4 4 2 او 4 3 3 واللاعيبة في اثناء المباراة ما تمركزتش صح، في غلطات، في هفوات، في سرحان، وكل شوية يتدخل عشان خاطر يصلح الكوارث اللي بتحصل دي. مفيش. طب بالنسبة للعرضيات مفيش، بالنسبة للاختراق للعمق مفيش، بالنسبة للالتحامات الهوائية مفيش، بالنسبة للالتحامات مان تو مان كده اللعيبة مفيش، بالنسبة للكورة مفيش، بالنسبة لدول رايحين يلعبوا باسم مصر ازاي؟ المفروض بقى المسؤولين عن مصر، ده اذا كان مصر فيها حد مسؤول عن كرة القدم وعن سمعة مصر قبل كرة القدم، يحاسب حلمي طولان ويحاسب اللي اختار اللعيبة دي ويحاسب الأندية اللي لعبت اللعيبة دي. وهو في الأول وفي الآخر كل واحد يجيب ابنه هيدفع له 200 300 ألف جنيه كده وهو صغير، ويعني هيدفع له 200 300 ألف جنيه ويدخل في نادي، بعد سنة ولا بسنتين هيجيب لي في السنة 3 4 5 مليون و10 مليون و20 مليون والأرقام اللي احنا بنشوفها. ومش هننسى طبعا الفساد اللي بيحصل في إدارة الكرة المصرية ظهر في البطولة العربية، ودي بشرة خير للي هيحصل في أفريقيا وربنا يستر. لايك وشير، واللي مش عامل متابعة يعمل لنا متابعة، واشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله يكون فيها حال الكرة المصرية افضل من اللي احنا بنشوفه.